وبعد أن دفعت شعوب عربية في صورة تونس وليبيا وسوريا ضريبة فتاوى مشايخ دول الخليج الذين أدخلوا بلدانا عربية في حروب تحت مبرر الجهاد، اليوم الجزائريون قاطعوا هذه الفتاوى نهائيا. نتابع التفاصيل مع سيد أحمد هديبل. بإذن الله تعالى نلتقي في مدينة من مدن الجزائر قريبا بإذن الله. لا تزال قضية الداعية السعودي محمد العريفي ومنعه من دخول الجزائر لعقد ندوات فكرية تصنع الجدل، خاصة مع الرد الرسمي للجزائر على لسان الوزير محمد عيسى، والذي وصف الأخير بأنه من الشخصيات المروجة لفكر مرتبط بمجموعات متطرفة، موقف يتفق معه اليوم الأئمة والقائمون على الدعوة في الوطن، خاصة وأن مثل هذا الظرف الذي تمر به المنطقة يحتاج إلى فكر معتدل. العالم الداعية يعرف المصالح والمفاسد، يدرك أنه في هذه الفترة وهذه المرحلة أنه هو شخصيا لازم ما يحاضرش في البلد الفلاني ولا ما يتكلمش بالبلد الفلاني، لأنه ربما هو عنده أسلوب محدد، أسلوب معين يكون في المنطقة اللي يعيش فيها والبلد اللي يعيش فيه. هذا الأسلوب قد لا يكون يليق بالأسلوب اللي نعيشه فيه احنا. الخطاب الديني والذي يعتبر أكبر وسيلة تؤثر في المجتمعات الإسلامية وفي شبابها، يراها الجزائريون أن الظرف الراهن يحتاج إلى دعاة جزائريين على اطلاع بالرهانات والتحديات التي تواجه البلد. بس الشباب ما يديرش بالفتاوي الخارجية، أي ما يديروش بها، ربما يديروا بها في الجانب الديني. الأئمة تاعنا هما الأفضل، خاطر عايشين مع شغل مخالطين المجتمع، ومام كي يفتي لك كما يقولوا فتوى تاع على حساب المجتمع تاعنا كيفاش هو عايش. المرجعية الدينية القوية للشعب الجزائري تحتاج اليوم إلى دعاة يتميزون بروح الوسطية بعيدا عن أي أفكار متطرفة